السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان؟ سمحوا لي الا تعطلت عليكم، ولكن اليوم جايبه لكم واحد القضيه اللي هي قضيه راي عام في امريكا، وقضيه عاد مازال جديده. الضحايا ديالها هما 4 ديال الطلبه، والمجرم ديالها غادي يصدمكم في النهايه ديال الفيديو. خليكم معايا، قضيه شويه مشعكه وفيها بزاف ديال المعطيات، هادشي علاش غادي تكون طويله شويه. صبروا معايا، ركزوا في الاسماء وغادي تفهموا القضيه، ونتمنى نكون خفيفة عليكم. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله توكلنا على الله. نهار 13 نوفمبر 2022 بالضبط في أمريكا، مدينة موسكو اللي كاينة في ولاية أيداهو. في هذه المدينة بالتحديد، اللي هي مدينة صغيرة وهادئة معروفة بالجامعة ديالها، أكبر جامعة في المنطقة، جامعة أيداهو، واللي كيجيو ليها طلبة بزاف. يعني معظم سكان المدينة فهما طلبة جامعيين. في هذه الجامعة كانوا كيقراو 4 ديال الطلبة، واللي هما المحور ديال قضيتنا اليوم، واللي هما الضحايا. الضحية الأولى هي ماديسون موغان، الضحية الثانية هي كايلي غونكالفيس، الضحية الثالثة هو إيثان شابن، والضحية الرابعة وهي زانا كيرنودال. نتعرفوا على الضحية الأولى ماديسون موغان، واللي كيلقبوها مادي. كان العمر ديالها فقط 21 سنة، تزادت في ماي 2001 وتزادت وكبرات في أيداهو أمريكا. كانت فتاة نشيطة مرحة كتبغي قرايتها بزاف، وكانت فرحانة وهي طالبة جامعية في شعبة تسويق. نتعرفوا على كايلي غونكالفيس، عندها حتى هي 21 سنة، تزادت في كاليفورنيا. تحولات هي والعائلة ديالها ملي كانت مازال صغيرة لولاية أيداهو، وتما فين غتلاقى كايلي بمادي. كايلي ومادي هما صاحبو ملي كانوا صغارات وكيقراو في المدرسة الابتدائية. هما صحابات مقربات لبعضياتهم بزاف، يعني ما كيتفارقوش. اختاروا بجوجات نفس الجامعة ومشاو كراو بجوجات في هاد الدار اللي غادي يموتوا فيها بجوجات حدا الجامعة ديال أيداهو. كانت كايلي اجتماعية هي، وعزيز عليها تكتشف شي بلايص جداد، تمشي فيزيت الاماكن جديده وتخرج مع صحابها، وكيعجبها تهضر، يعني اجتماعيه. وكانت كتقرا في الجامعه باش تتخرج كمدرسه في الصف الابتدائي. ندوزو دابا لثالث ضحيه اللي الاسم ديالو ايثان. كان شاب عنده فقط 20 سنه. إيثان عنده 2 ديال الخوت توام، وهو التوأم الثالث. كان إيثان مقرب بزاف من ختو التوأم، وكان كيقرا معاها في نفس الجامعة. كان كيدرس في شعبة الرياضة، حيت كان كيحماق عليها ملي كان صغير، وخاصة كرة القدم. وأخيرا زانا كيرنودال، وحتى هي عندها فقط 20 سنة، تزادت وكبرات في أيداهو. كتبغي رياضة الجيمناستيك ملي كانت صغيرة وكتمارسها كهواية، وكانت كتقرا في الجامعة ديال أيداهو شعبة التسويق. زانا وإيثان كانوا على علاقة، يعني كانوا حبيبين. وزانا هي ومادي كانوا كيقراو وكيخدموا كدوام جزئي، يعني لساعات قليلة في اليوم. في أمريكا كاينة هاد القضية، تقدر تقرا وتخدم باش تعاون راسك. كانوا خدامات بجوجات في مطعم يوناني. دابا ملي تعرفنا على الضحايا بربعة وكيفاش تعرفوا على بعضياتهم والشخصيات ديالهم المتقاربة، وكيسكنوا حتى في نفس الدار وتقتلوا في نفس الدار وفي نفس النهار. كانوا الضحايا بربعة ساكنين في دار كبيرة اللي هي مكونة من 3 ديال لي زيتاج. هاد المنزل كان كبير، وكان جاي فوق واحد الطلعة اولا واحد الهضبه اولا التل. هذا علاش كانوا عنده 2 ديال البيبان اولا مداخل. الباب الاول
كان هو الباب الأمامي اللي جاي في الطابق الأول، والباب الثاني اللي هو الباب الخلفي اللي جاي في الطابق الثاني كما كتشوفوا في الصورة. كانت كايلي ومادي وزانا كيعيشوا في هاد الدار بثلاثة مع جوج ديال الطلبة آخرين. كتلاحظوا أنني ما ذكرتش إيثن ما ساكنش في الدار، فقط كان كيجي عند الحبيبة ديالو زانا، ومعظم الوقت كان كيدوزو مع زانا. إذا قلنا كايلي ومادي وزانا هما اللي ساكنين في هذيك الدار، ولكن كانوا معهم جوج ديال الطلبة آخرين اللي هما ديلان وبيثني، جوج بنات آخرين ساكنين معاهم في الدار. وعاد كان معهم طالب آخر، ولكن كان الاسم ديالو فقط في العقد لأنه كان رحل قبل ما توقع الجريمة 13 نوفمبر، ولكن كان مازال ما تحيدش الاسم ديالو من العقد. وفي هذاك النهار الكارثي اللي وقعت فيه الجريمة اللي كان في الدار هما كايلي، مادي، زانا، بيثني وديلان، وكذلك إيثن اللي كان جا عند زانا، لأنهم قلنا هما فقط على علاقة وما ساكنش معاهم في نفس الدار، كان غير معظم الوقت ديالو كيدوزو مع زانا الحبيبة ديالو. في الطابق الأول كاينة غرفة ديال ديلان والغرفة ديال بيثني، في الطابق الثاني كاينة الغرفة ديال زانا، وفي الطابق الثالث كاينة الغرفة ديال مادي والغرفة ديال كايلي. في النهار اللي وقعت فيه الجريمة، يعني نهار السبت 13 نوفمبر 2022، اللي قالوا أن ديلان وبيثني كانوا ناعسات في الطابق الأول، وأنهم ما سمعوا حتى شي حاجة في النهار اللي وقعت فيه الجريمة. في نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمة، إيثن وزانا كانوا خارجين في حفلة غير في النواحي، مشاو مع ديك 8 ديال العشية. كايلي ومادي كانوا تهما مشاو لشي حانة أو لا نادي مع ديك 10. ومع 1 ديال الصباح بيثني وديلان رجعوا للدار حتى هما كانوا خارجين لشي حفلة. ومع ديك 2 ديال الصباح رجع إيثن وزانا للدار. أما كايلي ومادي اللي هما الاخرين اللي غيرجعوا للدار فغيرجعوا من وراء 1:30 حسب تصريحات بعض الشهود، فهما خرجوا من الحانة مع 1:30، إذا غيكونوا وصلوا للدار من وراء 1:30 ديال الليل. تشافت كايلي ومادي في صور فيديو كاميرا مورا ما خرجوا من الحانة، كانوا وقفوا يشريوا الماكلة من عند واحد الكروسة ديال الأكل السريع اللي كيكونوا في الطريق. هاد مول الكروسة كان داير بث مباشر ولا فيديو مباشر باش يروج للمشروع ديال الأكل ديالو، وهنا كانت آخر مرة غتشاف فيها كايلي ومادي على قيد الحياة. من بعد عيطات وحدة من البنات للطاكسي باش يجي يوصلهم للدار، ومع ديك 2 ديال الصباح كانت كايلي ومادي رجعوا للدار. واللي شافوه رجال الشرطة في هذاك تصوير الفيديو ديال مول كروسة ديال الأكل كان واحد خاينة غريب كيراقب كايلي ومادي طول الوقت، وحتى أنه اقترح عليهم في واحد اللحظة يوصلهم للدار، ولكن هما كانوا خداو طاكسي. وملي استجوبوه رجال الشرطة كان قال لهم غير بغا يطمئن ليهم أنهم يكونوا وصلوا بأمان للدار، وهذا الشيء اللي كان شك رجال الشرطة فيه، ولكن من بعد خرجوه من دائرة الاتهام لأن ما لقاو عليه حتى شي دليل. ومع ديك 2:30 ديال الصباح كايلي دوزات مكالمة هاتفية الإكس ديالها اللي كانت على علاقة معاه دامت مدة سنة. هاد الإكس سميتو جاك، دوزات له مكالمة ولكن ما كانش كيجاوبها. ومع 2:44 مادي كتهز تليفونها وكتصل بنفس الشخص اللي هو جاك 3 ديال المرات. من هنا المحققين حطوا احتمالية أن كايلي ومادي كانوا في نفس الغرفة، وملي اتصلات كايلي بالصديق ديالها السابق وما جاوبهاش غتكون طلبات من مادي تتصل به لعل وعسى يجاوبها، ولكن ما كانش كيجاوب حتى شي وحده، لا كايلي ولا مادي. ومع ديك 2:52 بالضبط عاودة اتصلات مرة أخرى كايلي بالصديق ديالها السابق جاك، وكانت هذه آخر مرة تتصل فيها به. وما بين 4 و5 ديال الصباح دخل شي واحد غريب للدار من الطابق الثاني اللي فيه الباب الخلفي، وقتل بكل وحشية 4 ديال الطلبة بواسطة سكين كبير. قتل كايلي ومادي وزانا وإيثن.
واللي جاء في وسائل الإعلام أن معظم الضحايا كانوا ناعسين فاش تقتلوا، والبعض منهم كانوا فايقين بسبب وجود جروح قالك دفاعية، يعني أن الضحية كان كيقاوم القاتل ديالو ودافع على راسه خلال الاعتداء. الضحايا كان عندهم عدة طعنات وما كاينش حتى شي اعتداء جنسي. أما بالنسبة للشركاء ديال السكن اللي هما الفتاتين بجوج ديلان وبيثني اللي كانوا في الطابق الأول كما جاء في الإعلام، وهما اللي وصلوا للدار الأولين ونعسوا بكري، قال لك وما سمعوا حتى شي حاجة. هنا هادشي كلشي غير تصريحات الصحف والإعلام، مازال الشرطة ما خرجات بحتى شي تصريح رسمي. اللي جاء في الصحف والإعلام أن ديلان وبيثني هما اللي لقاو الضحايا، وهما اللي اكتشفوا هاد الجريمة. من اللي فاقوا في الصباح لقاو الجثتين ديال زانا وإيثن، ومن بعد لقاو مادي وكايلي حتى هما مقتولات. ومن هول المنظر وحده منهم سخفات والثانيه عيطات لصحابهم هما الاولين قبل ما تعيط للبوليس. جاو البوليس وهنا كانت الصدمه، لان الدم كان مغطي الارض كامله ونازل حتى مع الحيوط بواحد الطريقه وحشيه، لدرجه ان واحد الشرطيه من رجال الشرطه تاثرت، ومن بعد ما سال التحقيق بدات كتمشي عند معالج نفسي. هادشي كيدل على ان المسرح ديال الجريمه كان مرعب ودموي. قالوا البوليس انهم ما عمرهم شافوا في حياتهم شي جريمه بحال هادي، خصوصا في هذه المنطقه الهادئه موسكو بايداهو. وملي بداو التحقيقات باش يلقاو المجرم في اسرع وقت، حيت كان اكيد هذا مجرم خطير وما خصوش يبقى برا، خصو ضروري يتشد في الحبس. تعجبوا رجال الشرطه بان ديلان وبيثني ما سمعوا والو، خصوصا ان 4 ديال الناس اللي تقتلوا في هذيك الدار وفيهم اللي قاوم، اذا اكيد كان كيغوت. ولكن جا واحد الشخص اخر واللي اكد ليهم بان في هذيك الغرفه اللي كاينه في الطابق الاول كان حتى هو ساكن فيها قبل من هاد يكريوها هاد البنات، ما كان تيسمع قال لهم حتى شي حاجه وقعات في الطابق الثاني والثالث، يعني هذيك الغرفه بحال اللي كانت معزوله. كايلي كان عندها كلب عايش معهم في نفس الدار، وهذا الكلب قالوا في الصحف والإعلام أنه ما دار حتى شي صوت، وقالوا بأن الشرطة تقدر تكون عطات احتمالية أن الكلب كيعرف القاتل مزيان، هذا علاش الكلب ما نبحش وما دار حتى شي صوت ولقاوه في غرفة من الغرف. ولكن السؤال هنا، شكون هو القاتل وعلاش قتل هاد الطلبة بربعة وبهذه الطريقة الوحشية؟ في مسرح الجريمة لقاو البوليس بصمات وحمض نووي لشخص مجهول ما طلعش لهم في لائحة البيانات، وهالشي كيدل على أنه ما عمره ارتكب شي جريمة من قبل. رجال الشرطة داروا مجهودات كثيرة باش يلقاو صاحب هاد البصمات وهاد الحمض النووي، وحتى انهم بداو تيقلبوا على كاع الناس اللي عندهم واحد النوع من الطوموبيل اللي تشاف كيدور في هذيك المنطقه ديال الجريمه في هذيك الليله، والكاميرات اللي شدات هذيك الطوموبيل البيضاء تعرفوا على النوع ديال هاد الطوموبيل، وبداو كيقلبوا على كاع الناس اللي عندهم نفس هاد الطوموبيل وكيديروا لهم تحاليل الحمض النووي باش يشوفوا واش يتطابق لهم مع هذاك الحمض النووي اللي تلقى في مسرح الجريمه. ونهار 30 ديسمبر 2022 شدوا البوليس المجرم اللي ارتكب هذه الجريمة البشعة في حق 4 طلبة جامعيين. هذا المجرم هو براين كريستوفر كولبرغر، واللي عنده 28 سنة وكيقرأ في جامعة واشنطن، وكيعيش في شقة خاصة بمدينة بولمان اللي كاينة في واشنطن، وهي مدينة قريبة بزاف من مدينة موسكو اللي في ايداهو، غير 15 دقيقة بالطوموبيل اللي ما بينها وما بين موسكو. براين كان عاد سالة الفصل الأول في الجامعة بسلك الدكتوراه، تخصص العدالة الجنائية وعلم الجريمة. سبحان الله، كيقرا في هذا التخصص باش يتخرج مجرم. الناس كيتخرجوا دكاترة في علم الإجرام وهو تخرج مجرم. وقال لك كان خدام كذلك مدرس بالجامعة اللي كان كيقرا فيها، وقبل ما يبدا الدكتوراه ديالو راه كان كيقرا في نورث هامبتون اللي هي كلية نورث هامبتون،
كاينه في بنسلفانيا وتخرج منها سنة 2018 وحصل فيها على شهادة جامعية في علم النفس. وفي سنة 2022 كان حصل كذلك على الماجستير، من بعد تحول لواشنطن باش يبدا التحضير ديالو للدكتوراه في علم الجريمة. باين فيه كان مهتم بمجال الجريمة. كيفاش وصلت الشرطة للمجرم براين؟ كيف ما عرفنا ان البوليس لقاو واحد الحمض نووي في مسرح الجريمه وواحد البصمات. هادشي هضرنا عليه في الاول، واللي ما تطابقش ليهم مع حتى واحد من اللي استجوباتهم الشرطه، يعني بان هذا المجرم ما كانش عنده سوابق عدليه. الوغ الطريقه اللي خدموا بها البوليس وهي علم الوراثه الجيني. وكيفاش غادي يوصلوا به لهذا المجرم براين؟ يعني كانوا كيقارنوا الحمض النووي بواحد القاعده ديال البيانات العامه اللي عندهم، اللي خلاهم يوصلوا لواحد من افراد الاسره ديال براين. وفي كل مره كان كيبدا ينقص العدد ديال الافراد بالتحقيق في الجينات ديالهم حتى توصلوا لبراين اللي هو المجرم، وتمت المطابقه ديال الحمض النووي ليه. سبحان الله، الحمد لله. من بعد ما تعرفت الشرطة على أن براين هو المجرم اللي كيقلبوا عليه، كان خاصهم دليل مادي. هذا علاش مشاو للشقة ديالو ودوزوا تما أكثر من 12 ساعة وهما كيقلبوا على أي دليل مادي اللي كيثبت عليه هذه الجريمة البشعة. كذلك البوليس طلبوا من الناس المساعدة باش يلقاو مول هذيك الطوموبيله البيضاء اللي كانت كتدور في النواحي ديال الدار اللي وقعت فيها الجريمة. قالوا في تصريحات ديال الصحف والإعلام بأن رجال الشرطة فتشوا أكثر من 22 طوموبيل من نفس النوع خلال هذه المدة ديال التحقيق. والمفاجأة أن المجرم حتى هو عنده نفس السيارة، وهذا كان من بين الأدلة حتى هي اللي خلاتهم يتأكدوا بأنه راه هو المجرم اللي كيقلبوا عليه. وقبل ما يمشيو البوليس ويلقيو القبض على براين، كانوا كيراقبوه لمدة طويلة من اللي عرفوه أنه هو المجرم. راقبوه باش يتأكدوا على مدار 24 ساعة. وقبل عيد الكريسماس بأيام مشى براين عند الدار ديال والديه في بنسلفانيا باش يحتفل معاهم بعيد الكريسماس، وتماك فين شدوه من بعد 6 ديال الأسابيع من وقوع الجريمة. أكدوا البوليس بأن براين ارتكب الجريمة بوحده وبلا ما يعاونوا حتى واحد، وأنه دخل الدار فقط باش يقتل. كان براين تحت الحراسة المشددة في السجن ديال بنسلفانيا قبل ما يديوه لأيداهو. كانت الشرطة مشددة عليه الحراسة حيث تبين لهم بأنه يقدر ينتحر ويقتل راسه، وهما مازالين ما سالاوش معاه التحقيق ويعرفوا حتى الأسباب علاش قتل هاد 4 الناس. ملي شدوه البوليس وهو كيسول في المحققين واش شديتو شي مشتبه به اخر في هذه الجريمه، كيقولوا رجال الشرطه بانهم سبق لهم تعاملوا مع مجرمين في حال هذا النوع، فقط كيحاولوا يسولوا بحال هذه الاسئله باش يضللوا العداله. كيديروا هذه التقنيه باش يخدعوا العداله. نسى مسكين واخا قرا حتى عيا في هذا العلم ديال الاجرام انهم عندهم دليل ضده هو بوحده، دليل قوي اللي هما الحمض النووي والبصمات ديالو اللي تلقاو في مسرح الجريمه، وما كان حتى شي حمض نووي اخر زايد او بصمات اخرين زايدين ديال شي شخص اخر. وانت معاه من السي براين. البوليس كانوا مازال ما خرجوا حتى شي تصريح واش لقاو سلاح ديال الجريمه اللي ترتكب به الجريمه ولا مازال، وحتى ما قالوش مازال شنو هي العلاقه اللي كتربط هاد الضحايا بربعه مع هاد المجرم براين. البوليس قالوا انهم لقاو واحد النص كتابي اللي كانت نشروا المجرم براين على المنصه ولا واحد الموقع سميتو ريديت 7 شهور قبل ما يرتكب الجريمه ديالو البشعه. وفي هذاك المنشور اللي حطوه في موقع ريديت كان كيطلب فيه المجرم من الطلبه الجامعيين يعاونوه باش غادي يدير واحد الدراسه. العنوان ديالها ركزوا معايا مزيان: كيف يمكن أن تؤثر المشاعر والصفات الشخصية على قرار شخص في ارتكاب جريمته. هذا العنوان ديال الدراسة ديال السي براين. وعاود كتب أنه كيعرض على الطلاب المشاركة ديالهم في البحث ديالو باش يعرف كيفاش أن المشاعر والصفات
المرضية يمكن لها تأثر على القرار ديال أي شخص في ارتكاب الجريمة ديالو. جاني هنا هذا المجرم براين فحال اللي كيهضر على راسو، حيت هذا السيد بصح مريض. وزاد قال ليهم في هذا المنشور ديالو أن البحث ديالو الهدف منه وهو فهم المغزى وراء آخر جريمة ارتكبها المجرم، مع التركيز على المشاعر والأفكار ديال المجرم خلال التجربة ديالو. كيسميها هو تجربة ماشي جريمة. وحتى واخا تكون الجريمة الأخيرة ديالك قال لك أنها اللي ارتكبتيها مازال ما تقبضش عليك فيها، كايني مازال ما شدوكش البوليس بسببها، فيمكن لك تشارك في هذا البحث. وأكد براين بأن جميع الأجوبة على المنشور ديالو راها غتكون بهوية مجهولة باش يخليهم يطمئنوا هاد المجرمين ويشاركوا في البحث ديالو مسكين. وعاد قال لهم بأن الدراسة والبحث ديالو راه خدا عليه موافقة من الجامعة، أنه كاينة واحد المجموعة من الأسئلة اللي ضروري المشارك اللي بغى يشارك في هذا البحث أو المجرم اللي بغى يشارك في هذا البحث خاصو يجاوب عليها. وهذه الأسئلة صراحة أسئلة مرعبة كتخلع. من بين هذه الأسئلة اللي غنشارك معاكم السؤال الأول: علاش اختاريتي هذه الضحية بالضبط عوض من ضحية أخرى؟ أشنو هي الخطوة ديالك الأولى اللي درتي باش تحقق هذا الهدف ديالك اللي هو هذه الجريمة؟ وقبل ما تمشي من مسرح الجريمة أشنا هي آخر حاجة درتي قبل ما تمشي؟ السؤال الرابع: واش وجدتي الجريمة ديالك في الدار قبل ما تمشي تنفذها؟ والسؤال الخامس: ومن بعد ما ساليتي الجريمة ديالك أشنو اللي طاح في بالك؟ وعاد أسئلة كتيرة لأنه هو قال لهم كاينة لائحة ديال الأسئلة. أنا شاركت معكم فقط بعض الأسئلة ديال هذا المريض العقلي براين. هذا البحث ديالو قال لكم. ومن بعد مدة ناض مسح هذا المنشور من على موقع ريديت. حسب الأقوال ديال صحاب براين في الجامعة اللي كيقرا فيها، قالك أنه إنسان واثق من راسو بزاف ومنفتح، ومع ذلك كان كيلقى صعوبة كبيرة باش يكون صداقات، حيث هو ديما كيبغي يبين الناس كاملين أنه ذكي ومثقف أكثر منهم. بالنسبة للدوسي ديالو الجنائي، فبراين الدوسي ديالو أبيض، ما عمرو ونقي، ما عمرو ارتكب شي جريمة، ما عندوش حتى شي سوابق عدلية. كانوا فقط قالك عنده بعض المخالفات بحال السرعة ملي كيكون صايد. مع العلم أن قالك براين وقفات الشرطة ملي كان مسافر من واشنطن حتى لبنسلفانيا في الطوموبيل مع الوالد ديالو، بسبب أنه كان غادي بواحد السرعة فائقة. ولكن البوليسي اللي وقفهم قالك ما كانش عارف بأنهم كيقلبوا على هذيك الطوموبيل من هذاك النوع، ما كانش عنده شي أوامر أنه يشد براين. المهم البوليس عطاهم غير مخالفة شفوية وخلاهم يمشيو. السؤال اللي كيحير الجميع: شكون هو الشخص اللي كان مستهدف وجاي على ودو براين باش يقتل والاخرين غيمشاو معاه في الرجلين؟ كيقولوا الناس بانها هي كايلي، حيث الجروح ديالها كانت اكثر من الضحايا كاملين، وخاصه ملي بان عاود واحد البوست او لا واحد المنشور على موقع بحال ستيل ديال ريديت سميتو 4chan، تقدر تنشر فيه حتى هو اي حاجه بغيتي وبهويه مجهوله. كيقول هذا البوست اللي تحط نهار 12 ديسمبر وانه هو اللي طعن كايلي، وهو دابا مخبي في الغابه، ودابا راه في بنسلفانيا، وقال البوليس كنتمنى لكم حظ موفق باش تلقاوني. واللي غريب أن براين تشد بالضبط في بنسلفانيا، وفاش كان حط هذا المنشور ما كانش ديك الساعة في بنسلفانيا، كان مازال في واشنطن، ولكن كان داير مع باه في النهار اللي من وراء اللي حط فيه المنشور، يعني نهار 13 ديسمبر، أنه متفق مع باه غيشدوا الطريق بجوج لبنسلفانيا باش يحتفلوا بالكريسماس مع العائلة. واللي غريب أنه ملي حط هذا المنشور كانت حتى مازال ما خرجتش حتى شي تصريحات بأن كايلي هي أكثر وحدة طعنات في هذه الجريمة البشعة بزاف ديال المرات. إذن هو ملي حط هذاك المنشور أنه قال لهم أنا اللي طعنت كايلي وأنا دابا مخبي في غابة وفي بنسلفانيا، كيفاش عرف أن كايلي هي اللي كانت مستهدفة؟ هنا السؤال اللي كيتطرح.
البوليس كانوا قالوا غادي ينقلوا براين من بنسلفانيا لأيداهو نهار 30 يناير 2023، ولكن داوه قبل من هذا التاريخ، والسبب هو ان البوليس ما بغاوش يعطيو بالضبط التاريخ اللي غينقلوه فيه باش يتفاداو اي تجمع ديال وسائل الاعلام ولا ديال الناس والى غيرها من هذه الاسباب، حيث القضيه كانت ولات قضيه راي عام في امريكا، والناس كلشي باغين يعرفوا شكون هو هذا المجرم وباغين يشوفوه. وقبل ما يتم تسليم اي مجرم ما بين ولايه وولايه في امريكا كدار واحد الجلسه في المحكمه، وقبل بيان سور ما ينقلوا براين من بنسلفانيا لواشنطن دارت هذه الجلسه، وهنا براين يقدر يعطي الراي ديالو واش موافق باش ينقلوه او لا. وفاش وصل براين للمحكمه جاوب على الاسئله كامله اللي سولاتو القاضيه ووافق يتنقل لايداهو. ومن بين الاسئله اللي كانت سولاتو القاضيه باثي وورثينغتون: واش انت مريض عقلي او لا كتعاني من اي مرض عقلي؟ واش كتاخد اي ادويه يمكن ليها تاثر على انك تاخد اي قرار في حياتك؟ قال لها براين لا على السؤالين بجوج. ومن بعد قالت له القضيه بانه راهي لا تاكد بانك راك مذنب في القضيه، فحسب القانون ديال ولايه ايداهو راه غادي يتحكم عليك بالاعدام. قال لها براين وجاوبها بانه عارف. ومن بين الأسباب اللي خلات المحامي أو الدفاع ديال براين يحاول يدير واحد المجهود كبير باش ينقل المتهم بكل سرعة لأيداهو، وهو أن الشرطة ما بغاتش تنطق بأي معلومة للدفاع ولا أي حاجة كدوسي ديال المتهم يكون في إيد المحامي حتى يتنقل لأيداهو. كاين فرصة أنه ينقلوه لأيداهو، وهذا علاش مباشرة من بعد ما تنقل خرج واحد البيان مكتوب اللي غادي يحاول المحامي ديال براين يبني عليه دفاع قوي. وفي هذا البيان جاء بأن الغرفة اللي تلقات فيها كايلي ومادي مقتولات هي نفس الغرفة، يعني ما تلقاتش كايلي في الغرفة ديالها مقتولة ومادي في الغرفة ديالها مقتولة، لا، واخا عندهم غرفتين منفصلتين كانوا أصلا مازالت فايقات وكانوا في غرفة وحدة وناعسين في ناموسية وحدة اللي هي ديال بلاصة وحدة، حيث كانوا مجمعات من يدخل عليهم المجرم وقتلهم. مادي وكايلي كانوا كما قلنا صحابات مقربات بزاف وما كيتفارقوش. وفي هذه الغرفة اللي تلقاو فيها الضحيتين بجوج مقتولات لقاو واحد الغشاء ديال الموس، غلاف ديال الموس. هذا الغلاف هذا لقاو فيه حمض نووي، واللي مكتوب على هذا الغلاف قوات البحرية الأمريكية. بعض المحققين حطوا احتمالية ديال أن هذا الغلاف تحط في مسرح الجريمة فقط لتضليل العدالة وتشتيت البحث، وباش يفهموا المحققين بأن المجرم هو من ضمن البحرية، حيت داك الحمض النووي اللي تلقى في هذاك الغلاف ديال الموس كانت الكمية ديالو قليلة فقط باش يندار به تحليل واحد. واحد من المحققين كان قال أنه غير دخل الغرفة ديال كايلي ومادي أول حاجة لاحظ هو داك الغشاء ديال الموس اللي كان فوق الناموسية وكان قريب من الرجل اليمنية ديال الضحية مادي. وإلا عقلتوا أن الصحفيين والإعلام كانوا قالوا بأن ديلان وبيثني اللي كانوا ناعسين في الطابق الأول كانوا ما سمعوا حتى شي حاجة، وحتى جا واحد اللي كان كاري الغرفة قبل منهم أكد بأن بالصح ما كيتسمع والو ملي كيكون ناعس في الغرفة ديالو، خصوصا أي حاجة كتوقع في الطابق الثاني والثالث ما كانتش كتسمع. هنا من بعد مي غادي يجي البيان او لا هاد التصريح اللي خرج من بعد نقل براين لايداهو غيتبين بان وحده من هادوك البنات كانت فايقه، واللي غيصدمكم اكثر بانها ما كانتش في الطابق الاول، فبالعكس كانت في الطابق الثاني اللي تقتل فيه إيثان وزانا. ايوا ما تصدموش، المفاجاه وهي انه في واحد اللحظه من اللحظات غيجي وجهها في وجه القاتل براين. اذا كيفاش وعلاش ما قتلهاش؟ وعلاش هي ما دارت حتى شي حاجه باش تعاون صحابها في السكن، او لا على الاقل اتصل ب 911 اللي غادي يجيو في رمشه عين؟ اللي جا في هذا التقرير ولا هذا البيان ان الوحيده اللي كانت ناعسه في الطابق الاول وهي بيثني، اذا اللي كانت فايقه هي ديلان. اذا ديلان هي اللي كانت في الطابق الثاني اللي تقتل فيه زانا وإيثان،
وهنا جاء في البيان بان ديلان سمعات بزاف ديال الاصوات والغوات اللي خلاها شي 3 ديال المرات تمشي حتى لحدا الباب وتحل الباب وتطلم واحد الشق صغير منه. وفاش كانوا استجوبوا ديلان وبيثاني اللي هما الوحيدتين اللي ما ماتوش ولا ما تقتلوش في هذه الجريمه، اكدوا لهم بانه كل شيء كان في الدار من وراء 2 ديال الصباح وحتى 4 ديال الصباح. كاين كل شيء كان في الدار اللي كانوا ساكنين فيها. وعاد اللي جا جديد في البيان ان زانا كانت حتى هي فايقه، ومع ديك 4 ديال الصباح طلبات الماكله ديالها من لابليكاسيون ديال التليفون، ووصلات الماكله ديالها غادي تكون وصلات مع 4 وشويه، ما تذكرش بالضبط معاش، ولكن كانت مازال ما تقتلاش حتى من وراء 4 ديال الصباح. والدليل انها كانت نشيطه على التيك توك مع ديك 4 و12 دقيقه حطات شي حاجه على التيك توك. دابا غنعاود نرجعوا لديلان اللي قلنا في الحقيقه كما جا في هذا التقرير ولا هذا البيان انها ما كانتش في الطابق الاول، كانت في الطابق الثاني اللي تقتل فيه ايثن وزانا. وملي كانت ناعسه سمعت صداع قوي بزاف اللي جاي من الطابق الثالث اللي خلاها تفيق، ويحسب ليها ملي فاقت انها سمعت كايلي كتلعب مع الكلب ديالها مورفي. هادشي اللي تخيلاته، وخصوصا بانها كانت ناعسه وضربتها الفيقه غير بالصداع. وفحال اللي سمعات كايلي كتقول، هي تخيليها راه صوت كايلي كتقول كاين شي حد غريب في الدار. وهادشي خلعها هو اللي خلاها تفيق حتى وتحرك زعما من الناموسيه ديالها وتمشي تحل الباب غير بشويه وتطل من شقيقه صغيره من الفتحه ديال الباب باش تشوف اش واقع. ولكن المحققين كانوا كيظنوا بان هذيك الجمله اللي قالت ان شي حد في الدار غريب غتكون زانا اللي قالتها ماشي كايلي. ومن بعد ديلان سمعات شي حد كيبكي ولا كيتألم، ما نقولوا كيتألم بسبب ضربات ديال الموس، ويحسب ليها هي راه زانا اللي كدير داك الصوت. ولكن من بعد كتسمع شي صوت اخر من وراه كيقول ليه ما تخافش انا غنعاونك، واكيد هاد الصوت هو الصوت ديال القاتل ولا ديال المجرم براين. المهم هادشي كامل عاشتو ديلان فحال شي فيلم ديال الرعب، ما استوعباتش وما فهماتش اش واقع برا. المهم كانت مخلوعه بزاف. ومع 4 و17 دقيقه شي وحدين من الجيران عندهم كاميرا ديال المراقبه اللي لاصقه في قباله الباب ديال الدار، قال لك هاد الكاميرا سجلات صوت ديال شي شخص كيتألم. وصوت الكلب مورفي حاشاكم. إن في الأول علاش ما نبحش الكلب ياك ما كيعرف المجرم، وبزاف ديال القيل والقال اللي تقال انها هذه كلها كانت غير هضره وغير مؤكده. راكم عارفين فاش كتوقع اي جريمه كيكونوا الصحفيين والجرائد كيكتبوا وكيعطيو في التحاليل ديالهم الخاصه، ولكن الشرطه كانت مازال ما خرجت حتى شي تقرير رسمي. والحقيقه هو ان مادي هي وكايلي داك النهار كانوا ناعسات بجوجات في الغرفه ديال مادي. الغرفه ديال كايلي كانت خاويه، وشي حد ولا نقدروا نقولوا المجرم دخل الكلب للغرفه ديال كايلي اللي كانت خاويه وباش ما يصدعوش، ولا تقدر تكون كايلي هي اللي دخلاتو نيت باش ما يصدعهاش، الله اعلم. المهم الكلب تلقى في الغرفه ديال كايلي، والغرفه ديال مادي هي اللي كانوا فيها الجثتين بجوج ديال مادي وكايلي. واي حاجه كانت خرجات من قبل فهي فقط تصريحات اللي جات من الميديا واللي داولوها الصحفيين وشكوك وفقط تخمينات، وما كانت حتى شي حاجه جايه رسميه من عند رجال الشرطه. اما البيان الرسمي اللي خرج فهو هذا اللي كنعاود لكم فيه، واللي خرج مباشره بعد ما تنقل المجرم براين لايداهو من ولايه بنسلفانيا. اذا كما قلنا على ديلان انها حسات باشنو اللي واقع في الدار، ففي المره الثالثه اللي كانت مشات عاود حدا الباب ديال الغرفه فين كانت ناعسه وكتطل من هذاك الشق ديال الباب اللي حلاتو غير بشويه، سمعت البكا. ولكن هذه المره الثالثه هي فين جا وجهها في وجه القاتل، واللي حسب التصريح قالت لهم الطول ديالو كيقارب 1.77 متر، والفم والانف ديالو كانوا مغطين بهذاك الماسك، كانوا كيبانوا غير الحواجب ديالو والعينين ديالو. واللي صرحات به ديلان انه كان كيبان ليها فحال اللي جاي بالاتجاه ديالها، ولكن هو غير داز من حدا الباب منين كانت كتطل من داك الشق الصغير، كاين يقدر يكون ما شافهاش. كانت داز من حدا الباب ومشى للباب الخلفي، من دخل من الاول خرج منه مشى بحاله، كاين كان سالا القتل ديالو.
واش شافها وميك واش ما شافهاش الله اعلم. ديلا ان فوا عاشت هاد الفيلم ديال الرعب، وخصوصا ملي شافت القاتل قدامها في هاد المره الثالثه اللي ناضت فيها تشوف اش واقع، رجعت كتجري بلاصتها، سدت الباب ديال الغرفه ديالها ورجعت مخلوعه. عاشت هاد الرعب كامل وما دارت حتى شي ردة فعل، وما اتصلاتش بالشرطه ولا دارت حتى شي حاجه باش تعاون صحابها او لا زملاء السكن اللي ساكنين معها. هادشي خلى الشرطه يبقاو حيرانين، ما عرفوش علاش، لان الشرطه ما جاهم الاتصال حتى داز على الجريمه 8 ديال السوايع، مع العلم ان الجريمه وقعات في الساعات الاولى ديال الصباح، كاينين مباشره من وراء 4 ديال الصباح. كيفاش وعلاش؟ واش ديلان كانت مصدومه ورجعت تنعس، او لا راها ما عرفاتش بلا راه كاينه شي جريمه ويحسب ليها غير السيد خرج وداك الصداع اللي سمعاته ما كاين لها حتى حاجه ورجعت تنعس؟ واش كانت شاربه؟ واش ما عارفينش. المهم شي حد يفسر لينا عافاكم في التعليقات اشنو وقع لديلان، علاش ما دارت حتى شي ردة فعل ورجعت مخلوعه بلاصتها وتكات ونسات من وراء ما مشى القاتل وخرج من الدار. المهم كاين اللي كيقول انها محظوظه لانه عندها قالك الزهر كيهرس الحجر ملي ما قتلهاش المجرم حتى هي وتكون هي الضحيه الخامسه. وملي البوليس حقوا مع ديلان اكدت لهم بانها ما قدراتش تتعرف على الهويه ديال هذا المجرم لانه كان مخبي الوجه ديالو بالماسك، كانوا غير عينيه اللي باينين وحواجبه. واكدت لهم انه ما عمرها شافته عندهم في الدار بحكم انه كيجيو طلبه وكيديروا حفلات وداكشي. قالت لهم هادوك العينين ودوك الحجبان ما عمري زعما شفتهم عندنا في الدار، اذا الشخص غريب عليها اول مره غتشوفه. فهذا البيان ولا هذا التقرير قالوا كذلك بأنهم لقاو آثار ديال شي حذاء رياضي تبرديلة. والمفاجأة أن هذا المجرم كيف ما جاء في التقرير أنه كان كيتبع البنات اللي قتل وكيراقبهم لمدة 3 ديال الشهور قبل ما ينفذ هذه الجريمة ديالو. من بعد الشرطة تبعت الهاتف ديال المجرم براين وتبين بأنه كان كيكون بزاف ديال المرات قريب من الدار ديال هذه الضحايا ديالو، وفي شي أوقات غريبة. كان مثلا كيكون في الساعات الأولى ديال الصباح ولا كيكون في شي وقت متأخر من الليل. تبين أنه نهار وقعات الجريمة براين كذلك من خلال تتبع الهاتف ديالو أنه كان قبل من الساعة 3 ديال الصباح، ومن الساعة 3 ما بين 3 و5 تبين لهم بالتتبع كذلك الهاتف ديال براين أن الهاتف ديالو كان طافي، كان طفى التليفون ديالو وما خدامش. إذن في هذا الوقت هذا هي فاش قرر يدير الجريمة ديالو. ومن بعد الساعة 9 ديال الصباح، يعني من بعد شي 5 سوايع من وقوع الجريمة، ملي تعقبوا تليفون ديال براين تبين بأنه كان قريب من المنزل ديال الضحايا. وهادو هما سلوكيات المجرمين، دائما كيطفوا التليفون اللي كينفذوا الجريمه وكيرجعوا لمكان الجريمه ولا مكان ديال الحادث باش يشوفوا اش كاين ويسمعوا شي اخبار على الجريمه اللي داروا. وعاد في هذاك الوقت اللي هو 9 ديال الصباح راه مازال اصلا حتى شي واحد ما اتصل بالبوليس وحتى شي واحد مازال ما اكتشف الجريمه ديالو، وهو جاي كيدور في جنب الدار باش يعرف الاخبار على الجريمه اللي ارتكب. وعاد واحد المعلومه اخرى اللي صدمات رجال الشرطه، وهو ان براين كان غير مؤخرا في 2022 كان قدم واحد الطلب باش يلتحق بقسم الشرطه. هذا المجرم بصح مريض نفسيا، يقدر يكون كان باغي يدخل البوليس ولا ينضم لهذا السلك ديال البوليس قبل ما يرتكب هذه الجريمه ديالو، باش كومسا حتى شي واحد ما يقدر يشك فيه ويقدر يدير الجريمه البشعه ديالو بكل اريحيه، وهكا غيكون قريب حتى من التحقيقات. وكيف ما كنت ذكرت بان براين مشى مع الاب ديالو في الطوموبيل باش يحتفلوا بالكريسماس مع العائله ديالهم، وشدوا الطريق هو وباه من واشنطن حتى لبنسلفانيا. وفي هذاك الوقيته اللي كانوا مسافرين فيها هما في الطريق كانت وقفاتهم الشرطه 2 ديال المرات بسبب السرعه، ولكن ما كانوش رجال الشرطه عارفين بانهم راهم كيقلبوا على شي طوموبيل في حال الطوموبيله ديالو. المهم ان البوليس كانوا متبعين التحركات ديال براين
وملي وصل لبنسلفانيا البوليس كانوا كيراقبوه 24 ساعة على 24 ساعة، ولاحظوا أكدوا بأن المجرم براين مشى غير يغسل طوموبيلتو إن وصل لبنسلفانيا، مع العلم أنه كاين البرد والجو ماشي ديال غسيل الطوموبيل، وهذا كيبين بأن المجرم براين كان كيحاول يخبي شي آثار ولا شي دليل اللي يقدر يكون في الطوموبيل واللي يقدر يوصلوا ليه من خلاله البوليس. والحاجة الثانية اللي لاحظوها رجال الشرطة هو أن المجرم براين كان في كل مرة كيخرج بالليقات ديال بلاستيك في يديه، شي حاجة غريبة، يعني خايف بأنه يخلي البصمات ديالو في شي قنت ويلقاو البوليس دغيا. والأغرب من ذلك أنه كان كيخرج البلاستيك ديال الأزبال أعزكم الله وكيرميها في السطل ديال الجيران، يعني ما كيرميهاش في السطل ديالهم. وكما كنعرفوا بما أنهم مراقبينه 24 ساعة على 24 ساعة، مشاو خداو هذاك البلاستيك اللي حطوه ورماه في السطل ديال الجيران ديالهم، ومن تماك خداو عينة من الحمض النووي ديال بات براين، طابقوها مع الحمض النووي ديال براين اللي تلقى في مسرح الجريمة، وتماك تم التطابق، وتماك تعرفوا وتأكدوا ولا عندهم دليل قوي اللي يخليهم يقبضوا على المجرم براين. وفي هذه المدة اللي دوز براين في الحبس كيقولوا المحابس اللي كانوا معه والسجناء اللي كانوا معه أنه كان دائما كيبقى يستهزأ ويضحك على الموضوع ديال هاد الجريمة ديالو فلما كيسمعهم كيهضروا عليه، لأن كما قلت لكم ولات الجريمة جريمة رأي عام في أمريكا. وسولوا واحد من المساجين قال لي اش داك لايداهو، حيت هو ما ساكنش في ايداهو، هو ساكن في واشنطن. شنو جاوبو؟ قال ليه تماك زعما التسوق حسن من بزاف، حسن من واشنطن ولا المدينه بولمان اللي كيعيش فيها اللي كاينه في واشنطن. سولوا كذلك واش انت اللي قتلتي هذوك الناس الطلبه ب4؟ جاوبو قال لي لا. كيقولوا خبراء ديال علم الجريمه انه حاسب في راسو بزاف وكي بحال متأكد من راسو بأنه ذكي وبأن البوليس ما غاديش يقدروا يثبتوا عليه حتى شي حاجة، حتى كاع إلا شدوه ما عمرهم غادي يكون عندهم حتى شي دليل عليه. السيد واثق في راسو بزاف وكيحسب له راه ذكي بزاف. واللي غادي يجي يسول علاش هاد المجرم براين ارتكب هاد الجريمة البشعة، غنقول لكم بأنه في التقرير ولا في هاد البيان ما مكتوبش أسباب ودوافع الجريمة. هاد السؤال هو نفس السؤال اللي كيسولوه العائلات ديال الضحايا ب4، وحتى اليوم اللي كنعاود لكم فيه انا الجريمه البوليس ما عطاو حتى شي تصريح كيبين اسباب ودوافع الجريمه. حتى لهنا غنكون كملت لكم القضيه ديال اليوم والمعلومات اللي خارجه حتى لدابا، حيت هاد القضيه باقيه جديده. فإلا توصلت باي جديد على المحاكمه ديال المجرم براين ولا اي تطورات جديده في القضيه غنجي نعاودها لكم، غير كونوا هانين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على حسن الاستماع، وبسلامه. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان؟ سمحوا لي الا تعطلت عليكم، ولكن اليوم جايبه لكم واحد القضيه اللي هي قضيه راي عام في امريكا، وقضيه عاد مازال جديده. الضحايا ديالها هما 4 ديال الطلبه، والمجرم ديالها غادي يصدمكم في النهايه ديال الفيديو. خليكم معايا، قضيه شويه مشعكه وفيها بزاف ديال المعطيات، هادشي علاش غادي تكون طويله شويه. صبروا معايا، ركزوا في الاسماء وغادي تفهموا القضيه، ونتمنى نكون خفيفة عليكم. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله توكلنا على الله. نهار 13 نوفمبر 2022 بالضبط في أمريكا، مدينة موسكو اللي كاينة في ولاية أيداهو. في هذه المدينة بالتحديد اللي هي مدينة صغيرة وهادئة معروفة بالجامعة ديالها، أكبر جامعة في المنطقة جامعة أيداهو، واللي كيجيو ليها طلبة بزاف، يعني معظم سكان المدينة
فهما طلبة جامعيين. في هذه الجامعة كانوا كيقراو 4 ديال الطلبة واللي هما المحور ديال قضيتنا اليوم واللي هما الضحايا. الضحية الأولى هي ماديسون موغان، الضحية الثانية هي كايلي غونكالفيس، الضحية الثالثة هو إيثان شابن، والضحية الرابعة وهي زانا كيرنودال. نتعرفوا على الضحية الأولى ماديسون موغان واللي كيلقبوها مادي. كان العمر ديالها فقط 21 سنة، تزادت في ماي 2001 وتزادت وكبرات في أيداهو أمريكا. كانت فتاة نشيطة مرحة كتبغي قرايتها بزاف، وكانت فرحانة وهي طالبة جامعية في شعبة التسويق. نتعرفوا على كايلي غونكالفيس، عندها هي 21 سنة، تزادت في كاليفورنيا. تحولات هي والعائلة ديالها ملي كانت مازال صغيرة لولاية أيداهو، وتما فين غتلاقى كايلي بمادي. كايلي ومادي هما صاحبو ملي كانوا صغارات وكيقراو في المدرسة الابتدائية. هما صحابات مقربات لبعضياتهم بزاف، يعني ما كيتفارقوش. اختاروا بجوجات نفس الجامعة ومشاو كراو بجوجات في هاد الدار اللي غادي يموتوا فيها بجوجات حدا الجامعة ديال أيداهو. كانت كايلي اجتماعية هي، وعزيز عليها تكتشف شي بلايص جداد، تمشي فيزيت الاماكن جديده وتخرج مع صحابها، وكيعجبها تهضر، يعني اجتماعيه. وكانت كتقرا في الجامعه باش تتخرج كمدرسه في الصف الابتدائي. ندوزو دابا لثالث ضحيه اللي الاسم ديالو إيثان كان شاب عنده فقط 20 سنه. إيثان عنده 2 ديال الخوت توام وهو التوأم الثالث. كان إيثان مقرب بزاف من ختو التوأم، وكان كيقرا معاها في نفس الجامعة. كان كيدرس في شعبة الرياضة حيت كان كيحماق عليها ملي كان صغير، وخاصة كرة القدم. وأخيرا زانا كيرنودال، وحتى هي عندها فقط 20 سنة، تزادت وكبرات في أيداهو، كتبغي رياضة الجيمناستيك ملي كانت صغيرة وكتمارسها كهواية، وكانت كتقرا في الجامعة ديال أيداهو شعبة التسويق. زانا وإيثان كانوا على علاقة، يعني كانوا حبيبين، وزانا هي ومادي كانوا كيقراو وكيخدموا كدوام جزئي، يعني لساعات قليلة في اليوم. في أمريكا كاينة هاد القضية، تقدر تقرا وتخدم باش تعاون راسك. كانوا خدامات بجوجات في مطعم يوناني. دابا ملي تعرفنا على الضحايا بربعة وكيفاش تعرفوا على بعضياتهم والشخصيات ديالهم المتقاربة، وكيسكنوا حتى في نفس الدار وتقتلوا في نفس الدار وفي نفس النهار. كانوا الضحايا بربعة ساكنين في دار كبيرة اللي هي مكونة من 3 ديال لي زيتاج. هذا المنزل كان كبير وكان جاي فوق واحد الطلعة اولا واحد الهضبه اولا التل. هذا علاش كانوا عنده 2 ديال البيبان اولا مداخل. الباب الاول كان هو الباب الامامي اللي جاي في الطابق الاول، والباب الثاني اللي هو الباب الخلفي اللي جاي في الطابق الثاني كما كتشوفوا في الصوره. كانت كايلي ومادي وزانا كيعيشوا في هاد الدار بثلاثة مع 2 ديال الطلبة آخرين. كتلاحظوا أنني ما ذكرتش إيثان ما ساكنش في الدار، فقط كان كيجي عند الحبيبة ديالو زانا، ومعظم الوقت كان كيدوزو مع زانا. إذا قلنا كايلي ومادي وزانا هما اللي ساكنين في هذيك الدار، ولكن كانوا معهم 2 ديال الطلبة آخرين اللي هما ديلان وبيثني، 2 بنات آخرين ساكنين معاهم في الدار. وعاد كان معهم طالب آخر، ولكن كان الاسم ديالو فقط في العقد لأنه كان رحل قبل ما توقع الجريمة 13 نوفمبر، ولكن كان مازال ما تحيدش الاسم ديالو من العقد. وفي هذاك النهار الكارثي اللي وقعت فيه الجريمة اللي كان في الدار هما كايلي،
مادي، زانا، بيثاني وديلان، وكذلك إيثان اللي كان جا عند زانا، لأنهم قلنا هما فقط على علاقة وما ساكنش معاهم في نفس الدار، كان غير معظم الوقت ديالو كيدوزو مع زانا الحبيبة ديالو. في الطابق الأول كاينة غرفة ديال ديلان والغرفة ديال بيثاني، في الطابق الثاني كاينة الغرفة ديال زانا، وفي الطابق الثالث كاينة الغرفة ديال مادي والغرفة ديال كايلي. في النهار اللي وقعت فيه الجريمة، يعني نهار السبت 13 نوفمبر 2022، اللي قالوا أن ديلان وبيثاني كانوا ناعسات في الطابق الأول، وأنهم ما سمعوا حتى شي حاجة في النهار اللي وقعت فيه الجريمة. في نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمة، إيثان وزانا كانوا خارجين في حفلة غير في النواحي، مشاو مع ديك 8 ديال العشية. كايلي ومادي كانوا تهما مشاو لشي حانة أو لا نادي مع ديك 10. ومع 1 ديال الصباح بيثني وديلان رجعوا للدار حتى هما كانوا خارجين لشي حفلة. ومع ديك 2 ديال الصباح رجع إيثان وزانا للدار. أما كايلي ومادي اللي هما الاخرين اللي غيرجعوا للدار فغيرجعوا من وراء 1:30 حسب تصريحات بعض الشهود، فهما خرجوا من الحانة مع 1:30، إذن غيكونوا وصلوا للدار من وراء 1:30 ديال الليل. تشافت كايلي ومادي في صور فيديو كاميرا مورا ما خرجوا من الحانة، كانوا وقفوا يشريوا الماكلة من عند واحد الكروسة ديال الأكل السريع اللي كيكونوا في الطريق. هاد مول الكروسة كان داير بث مباشر ولا فيديو مباشر باش يروج للمشروع ديال الأكل ديالو، وهنا كانت آخر مرة غتشاف فيها كايلي ومادي على قيد الحياة. من بعد عيطات وحدة من البنات للطاكسي باش يجي يوصلهم للدار، ومع ديك 2 ديال الصباح كانت كايلي ومادي رجعوا للدار. واللي شافوه رجال الشرطة في هذاك التصوير الفيديو ديال مول كروسة ديال الأكل، كان واحد خينا غريب كيراقب كايلي ومادي طول الوقت، وحتى أنه اقترح عليهم في واحد اللحظة يوصلهم للدار، ولكن هما كانوا خداو طاكسي. وملي استجوبوه رجال الشرطة كان قال لهم غير بغى يطمئن ليهم أنهم يكونوا وصلوا بأمان للدار، وهذا الشيء اللي كان شك رجال الشرطة فيه، ولكن من بعد خرجوه من دائرة الاتهام لأن ما لقاو عليه حتى شي دليل. ومع ديك 2:30 ديال الصباح كايلي دوزات مكالمة هاتفية الإكس ديالها اللي كانت على علاقة معاه دامت مدة سنة. هاد الإكس سميتو جاك، دوزات له مكالمة ولكن ما كانش كيجاوبها. ومع 2:44 مادي كتهز تليفونها وكتصل بنفس الشخص اللي هو جاك 3 ديال المرات. من هنا المحققين حطوا احتمالية أن كايلي ومادي كانوا في نفس الغرفة، وملي اتصلات كايلي بالصديق ديالها السابق وما جاوبهاش غتكون طلبات من مادي تتصل به لعل وعسى يجاوبها، ولكن ما كانش كيجاوب حتى شي وحده، لا كايلي ولا مادي. ومع ديك 2:52 بالضبط عاودت اتصلات مرة أخرى كايلي بالصديق ديالها السابق جاك، وكانت هذه آخر مرة تتصل فيها به. وما بين 4 و5 ديال الصباح دخل شي واحد غريب للدار من الطابق الثاني اللي فيه الباب الخلفي، وقتل بكل وحشية 4 ديال الطلبة بواسطة سكين كبير. قتل كايلي ومادي وزانا وإيثان. واللي جاء في وسائل الإعلام أن معظم الضحايا كانوا ناعسين فاش تقتلوا، والبعض منهم كانوا فايقين بسبب وجود جروح قالك دفاعية، يعني أن الضحية كان كيقاوم القاتل ديالو ودافع على راسه خلال الاعتداء. الضحايا كان عندهم عدة طعنات وما كاينش حتى شي اعتداء جنسي. أما بالنسبة للشركاء ديال السكن اللي هما الفتاتين بجوج ديلان وبيثني اللي كانوا في الطابق الأول كما جاء في الإعلام، وهما اللي وصلوا للدار الأولين ونعسوا بكري، قال لك وما سمعوا حتى شي حاجة. هنا هادشي كلشي غير تصريحات الصحف والإعلام، مازال الشرطة ما خرجات بحتى شي تصريح رسمي. اللي جاء في الصحف والإعلام أن ديلان وبيثني هما اللي لقاو الضحايا، وهما اللي اكتشفوا هاد الجريمة. من اللي فاقوا في الصباح لقاو الجثتين ديال زانا وإيثان، ومن بعد
لقاو مادي وكايلي حتى هما مقتولات. ومن هول المنظر وحده منهم سخفات والثانيه عيطات لصحابهم هما الاولين قبل ما تعيط للبوليس. جاو البوليس وهنا كانت الصدمه، لان الدم كان مغطي الارض كامله ونازل حتى مع الحيوط بواحد الطريقه وحشيه، لدرجه ان واحد الشرطيه من رجال الشرطه تاثرت، ومن بعد ما سال التحقيق بدات كتمشي عند معالج نفسي. هادشي كيدل على ان المسرح ديال الجريمه كان مرعب ودموي. قالوا البوليس انهم ما عمرهم شافوا في حياتهم شي جريمه بحال هادي، خصوصا في هذه المنطقه الهادئه موسكو بايداهو. وملي بداو التحقيقات باش يلقاو المجرم في اسرع وقت، حيت كان اكيد هذا مجرم خطير وما خصوش يبقى برا، خصو ضروري يتشد في الحبس. تعجبوا رجال الشرطه بان ديلان وبيثني ما سمعوا والو، خصوصا ان 4 ديال الناس اللي تقتلوا في هذيك الدار وفيهم اللي قاوم، اذا اكيد كان كيغوت. ولكن جا واحد الشخص اخر واللي اكد ليهم بان في هذيك الغرفه اللي كاينه في الطابق الاول كان حتى هو ساكن فيها قبل من هاد يكريوها هاد البنات، ما كان تيسمع قال لهم حتى شي حاجه وقعات في الطابق الثاني والثالث، يعني هذيك الغرفه بحال اللي كانت معزوله. كايلي كان عندها كلب عايش معهم في نفس الدار، وهذا الكلب قالوا في الصحف والإعلام أنه ما دار حتى شي صوت، وقالوا بأن الشرطة تقدر تكون عطات احتمالية أن الكلب كيعرف القاتل مزيان، هذا علاش الكلب ما نبحش وما دار حتى شي صوت ولقاوه في غرفة من الغرف. ولكن السؤال هنا، شكون هو القاتل وعلاش قتل هاد الطلبة بربعة وبهذه الطريقة الوحشية؟ في مسرح الجريمة لقاو البوليس بصمات وحمض نووي لشخص مجهول ما طلعش لهم في لائحة البيانات، وهالشي كيدل على أنه ما عمره ارتكب شي جريمة من قبل. رجال الشرطة داروا مجهودات كثيرة باش يلقاو صاحب هاد البصمات وهاد الحمض النووي، وحتى انهم بداو تيقلبوا على كاع الناس اللي عندهم واحد النوع من الطوموبيل اللي تشاف كيدور في هذيك المنطقه ديال الجريمه في هذيك الليله، والكاميرات اللي شدات هذيك الطوموبيل البيضاء تعرفوا على النوع ديال هاد الطوموبيل، وبداو كيقلبوا على كاع الناس اللي عندهم نفس هاد الطوموبيل وكيديروا لهم تحاليل الحمض النووي باش يشوفوا واش يطابق لهم مع هذاك الحمض النووي اللي تلقى في مسرح الجريمه. ونهار 30 ديسمبر 2022 شدوا البوليس المجرم اللي ارتكب هذه الجريمة البشعة في حق 4 طلبة جامعيين. هذا المجرم هو براين كريستوفر كولبرغر، واللي عنده 28 سنة وكيقرأ في جامعة واشنطن، وكيعيش في شقة خاصة بمدينة بولمان اللي كاينة في واشنطن، وهي مدينة قريبة بزاف من مدينة موسكو اللي في ايداهو، غير 15 دقيقة بالطوموبيل اللي ما بينها وما بين موسكو. براين كان عاد سالة الفصل الأول في الجامعة بسلك الدكتوراه، تخصص العدالة الجنائية وعلم الجريمة. سبحان الله، كيقرا في هذا التخصص باش يتخرج مجرم. الناس كيتخرجوا دكاترة في علم الإجرام وهو تخرج مجرم. وقال لك كان خدام كذلك مدرس بالجامعة اللي كان كيقرا فيها، وقبل ما يبدا الدكتوراه ديالو راه كان كيقرا في نورث هامبتون اللي هي كلية نورث هامبتون كاينه في بنسلفانيا، وتخرج منها سنة 2018 وحصل فيها على شهادة جامعية في علم النفس. وفي سنة 2022 كان حصل كذلك على الماجستير، من بعد تحول لواشنطن باش يبدا التحضير ديالو للدكتوراه في علم الجريمة. باين فيه كان مهتم بمجال الجريمة. ايوا كيفاش وصلت الشرطة للمجرم براين؟ كيف ما عرفنا ان البوليس لقاو واحد الحمض نووي في مسرح الجريمة وواحد البصمات، هادشي هضرنا عليه في الاول، واللي ما تطابقش ليهم مع حتى واحد من اللي استجوباتهم الشرطة، يعني بان هذا المجرم ما كانش عنده سوابق عدلية. الوغ الطريقة اللي خدموا بها البوليس وهي علم الوراثة الجيني. وكيفاش غادي يوصلوا به لهذا المجرم براين؟ يعني كانوا كيقارنوا الحمض النووي بواحد القاعدة ديال البيانات العامة اللي عندهم، اللي خلاهم يوصلوا لواحد من أفراد الأسرة ديال براين. وفي كل مرة كان كيبدا ينقص العدد ديال الأفراد بالتحقيق في الجينات ديالهم حتى توصلوا
لبراين اللي هو المجرم، وتمت المطابقة ديال الحمض النووي ليه. سبحان الله، الحمد لله. من بعد ما تعرفت الشرطة على أن براين هو المجرم اللي كيقلبوا عليه، كان خاصهم دليل مادي. هذا علاش مشاو للشقة ديالو ودوزوا تما أكثر من 12 ساعة وهما كيقلبوا على أي دليل مادي اللي كيثبت عليه هذه الجريمة البشعة. كذلك البوليس طلبوا من الناس المساعدة باش يلقاو مول هذيك الطوموبيلة البيضاء اللي كانت كتدور في النواحي ديال